برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مصطفى محمد من برنامج ست قالت لي، وهنقوم مع بعض على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. هندردش مع بعض عن شوية أمثلة ستي وستك قالوها لنا زمان واحنا ما كناش مقتنع بيها. انا بقى دوري اجي اقنعك بيها او ما اقنعكش على حسب المثل وموقفه معانا في الحياة. كل يوم هنقول مثل جديد ويا تقنعني يقنعكم بيه. موضوع حلقتنا النهاردة عن الحب بيجي بعد الجواز. هو الحب فعلا بيجي بعد الجواز؟ من وجهة نظري أنا المتواضعة أنا متفق جدا مع المثل ده، لأن الفترة الأخيرة دي شفنا ناس كتير اتجوزت عن حب وبعد فترة صغيرة اتطلقوا، وممكن كمان ما يكونوش كملوا شهر من جوازهم. وطبعا أنا مش عايز أخصص حد، أنا قصدي إن الأغلبية كده، يعني علشان في ناس كتير فعلا بتتجوز عن حب وبيكملوا ما شاء الله، بس الصح صح والغلط غلط. طبعا في ناس هتقول لي يعني انا اتجوز بقى اي حد وخلاص واقول الحب بيجي بعد الجواز. لا سوري، انا ما قلتش كده خالص، انا بس بقول لك اختار صح وخلي موضوع الحب دوت في الاخر، لان فعلا يا جدعان مراية الحب عمياء. انت بتشوف شريك حياتك فيه عيوب ومشاكل وتقول بعد الجواز هيتعدل، بعد الجواز هيتغير، بعد الجواز. طب ما برضو بعد الجواز ممكن يجي الحب زي ما الحاجات ديت برضو بتيجي بعد الجواز. حط قواعد لشريك حياتك، حط الصفات المهمة اللي ما تقدرش تعيش مع الشخص دوت إلا بالصفات دي. ولو ما عندكش فكرة اسأل أهلك، والدك، والدتك، أو على حسب الأقرب ليك، أو ممكن تسأل حد متخصص. اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وبعدين أنا كمان دارس إرشاد زواجي، يعني عارف في المواضيع دي كويس. اسأل وأقول لك إيه الشروط اللي نقدر نحطها علشان تقدر تقول أنا فعلا اخترت صح. زي ما قال نجم الجيل تامر حسني، حطيت شروطك وكله تمام وفعلا مناسب ليك، شوف بقى انت متقبل الشخص دوت ولا لا. انا ما قلتش حب، انا بقولك مرتاح له نفسيا. ما دام ارتحت له ومتقبله يبقى فعلا الحب هيجي بعد الجواز مع العشرة والمودة والاحترام، التفاهم والثقة والتقدير. افهم يعني ايه جواز، يعني ايه شريك حياة، افهموا يعني ايه راجل ويعني ايه ست ويعني ايه شريكة حياة. لان كلمة شريكة حياة دي كلمة كبيرة جدا ومش سهلة، ومسؤوليتها هيتبني عليها حياة اولادكم ومستقبلهم. لو عجبتك الحلقة او حابب تقول كلمة تكون دمها خفيف وظريف على القلب اكتب في كومنت. كان معاكم مصطفى محمد من برنامج ست قالت لي على راديو برونتو اف ام.